وصباحكم دايما زي الفل. هو مين احسن فريق في افريقيا دلوقتي؟ قال المدرب بتاع سيمبا التنزاني في تصريح ليه، قال لك الاهلي. طب سيمبا ده راجل مش من هنا يا عم، ولا منحاز ولا بتاع، ولا هيقول كده الاهلي عشان خاطر ميكيسوني. ده حتى الاهلي ماشي ميكيسوني اللي كان بتاع سيمبا، ما قعدش 6 شهور ومشي، لكنه اتكلم على الاهلي بحكم حاجات كتير جدا. ان الاهلي كتيبة لا تهدأ، اتكلم من خلال عظمة الاهلي وتاريخ الاهلي، مكانة الاهلي، قوة الاهلي، مرونة لعيبة الاهلي في الملعب، سرعة لعيبة الاهلي في الملعب، تركيزهم الشديد، طموحهم، رغباتهم، كل حاجة. الراجل بيتفرج من عين محايدة. وسيمبا ده كان خرجه الوداد بركلات الترجيح، كسب في المغرب 1 وخسر في تنزانيا 1 وكسب بركلات الترجيح. قال لك الاهلي من الاربعه، اللي هو الاهلي، الترجي، صن داونز، الوداد. فالاهلي على طول بعت له الرساله اللي بتاكد كلامه، وكسب الترجي في قلب ملعب رادس 3-0. هتقول لي يا شباب انت كنت شاكك ان الاهلي يكسب؟ انا قلت حط في بطنكم بطيخه صيف، انا قلت كده. هتقول لي طب كان بالثلاثه؟ انا كنت متاكد ان الاهلي هيسيطر على كل حاجه. الاهلي ده عامل زي، عارف انت كده، اسد الغابه. سيطر، هو الملك، مفيش هزار، ما فيهاش هزار. وده اللي قاله فرجاني ساسي، قال لك انا بتكلم مع اصحابي بقول لهم كده، عايز تخلص من الاهلي في دوري المجموعات، عشان كده يظل اطهر الطاهر يستحق كل برقيات الشكر الممكنه. فرجاني ساسي قال لك اسالني انا على الفرقه دي، تخلص منها من دوري المجموعات. اول ما بيطلع الادوار الاقصائيه بيتوحش، جاي من وحش، يتجبر، جاي انه بيبقى جبار، يتعظم، جاي من العظمه. شفنا ملحمه اهلاويه مصريه حمراء في قلب استاد رادس في تونس، واول مره اشوف الترجي كده، يعني مستسلم تماما، فريسه مستسلمه تماما، من اول نبيل معلول على الدكه لكل اللعيبه اللي موجوده في الملعب، لغايه الراجل اللي اسمه محمد علي بن حموده الفرود بتاعهم. وبعدين انا بتضايق لما يقول لك اصله الدبشي جول على قده وغلط في كره بيرسي تاو. طب بقيه اللعيبه يعني؟ طب ياسين مرياح اللي قاله ده ممكن ما يلعبش بسبب اعتداءه على الحكم الموريتاني في ماتش في الدوري التونسي، اهو لعب. عمل ايه مع كهربا؟ عمل ايه مع بيرسي تاو؟ وبيرسي تاو عمال يهز في وسطه ويقول له ناو ناو، ماشي بالعرض بيرسي تاو ويقوم هز هزه، وبعدين يكمل مترين ويهز هزه، وبعدين يكمل مترين ويهز هزه، والتاني يقول له انجز شوط وانجز. شاط طبعا، والدبش راجل فيه ميزه بصراحه، بيجيب لك كره من الجول. ودي من الحاجات المميزه لحراس المرمى اللي انت تواجههم، ان يبقى عنده القناعات الداخليه ان يجيب لك الكره من الجول. بيرسي تاو نجم فوق العاده، وفكرنا اول ما جه لعب ماتش كده حلو، مش عارف المحله ولا كان مين ولا اسماعيلي مش فاكر يعني، فجاب جول ولا جولين ترقيصه في الثانيه، فالناس قالت لك ايه؟ ميسي تاو. فيوم الجمعه بيرسي تاو كان شبه ميسي تاو. الصفحات بتاعت الجماهير في سان داونز كانت بتتغنى بالنادي الاهلي، وهم هناك بيقول لك النادي الاهلي ده مختلف على الاهلي اللي احنا لعبناه في دور الثمانيه، فرقه قويه، واتكلموا ووصفوه زي ريال مدريد كده في اوروبا، دايما عينيه ورغباته كلها وكل استنفار طاقاته في الشامبيونز ليج بتاعنا في دوري ابطال افريقيا، وده حقيقي يعني. وهناك قعدوا يتغنوا ببيرسي تاو، ده صفحات سان داونز كمان، اللي هو المرجح انه يقابلك في الفاينل، هنتكلم دلوقتي. انما قال لك وبيرسي تاو كمان واحد من اهم لعيبه الاهلي، واحنا فخورين جدا 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 بادائه. اتلمعت تاني يا بيرسي، والناس كانت بتقول لك ازاي ده يلعب في برايتون الانجليزي؟ دلوقتي بيقول لك ايه؟ ده لعيب جامد جدا يلعب في اي حته، هو انتوا هتسيبوه؟ معقول؟ هتجددوا له امتى؟ وفعلا بيرسي تاو نجم كبير جدا، ومش مجرد كلام مرسل. بيرسي تاو سرعه، قوه،
تحرك بدون كوره، مؤلم في التحرك بدون كوره. واي باك او اي حارس مرمى تساله دلوقتي عن بيرسي تاو يقول لك افضل لعيب بيتحرك ويفضي بدون كوره هو بيرسي تاو. والسويتش اللي بيعمله مع كهربا، هو عايز يبقى راس حربه بيدخل وكهربا يرمي على الطرف، هو بيرمي على الطرف. في كل الاحوال لعيب بيمثل خطوره كبيره جدا. خط هجوم للنادي الاهلي مين يقدر عليه؟ سيبك من ثلاثيات كولر، دي 3 رقم 12 لكولر السنه دي. يعني في 7 شهور، كولر ده جه في شهر 9، احنا في شهر 5. في 7 شهور كولر كسبان 12 مباراه بالثلاثه. يعني دي المباراه رقم 12 اللي يكسبها كولر بالثلاثه. حتى الثلاثه الفراوده اصبحوا دلوقتي عبء على اي خط دفاع هيواجهوه. حسين الشحات بكل الليونه اللي هو فيه ده عامل زي العيال اللي كانت بترقص زمان في فرقه رضا. انا ما اعرفش يعني الجيل ده عارف فرقه رضا ولا لا؟ فرقه رضا دي كانت فرقه شعبيه، فكان الشباب اللي بيرقص فيها الليونه دي. هو حسين الشحات كده. فاكرين هنيدي في الفيلم بتاع اسماعيليه رايح جاي لما كان بيموه بايديه ودماغه وراسه والكلام ده؟ هو ده حسين الشحات. الحقيقه ثلاثي هجومي مرعب. تخيلوا كهربا لو كان جاب الانفراد اللي كان في الشوط الاولاني وكان 1-0 للاهلي وقبل النهايه ب5 7 دقائق، الماتش ده كان خلص 6 على الاقل. انما كهربا يعني زي ما تقول ايه، اجل الصعق بتاعه للشوط الثاني وجاب الجول الثالث. هدف